السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد. فيديو بقى التوزيعات. زي ما انا ما قلت لكم في الفيديو اللي فات وكده، معلش بس اتأخرت عليكم وكده. دي التوزيعات اللي احنا عملناها للولاد في الحضانة، في السكول يعني. تمام. زي ما انا ما وريتكم الحاجات اللي احنا عملناها، ده منظر الباكج يعني على بعضه اهو، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا وزوجي بنعملهم يعني، بنغلفهم وكده، ومعانا الولاد طبعا وكده، بس انا كاتمه الصوت عشان خاطر الدوشه بتاعت الولاد وكده. تمام. بصوا، بيبقى بسكوت باكو، يعني باكو من البسكوت، معاه جيلي اللي هي آه الحلويات اللي هي الفروتس، زي الشيك بوم كده، بس هي فروتس يعني مش شوكليت. تمام. ومعاهم 2 بونبوني، ومعاهم بالونة، وواحدة مصاصة. تمام. بس كده، زي ما انتم شايفين كده طبعا. وفي اعلام كمان، فالاعلام اللي هي الصغيرة دي. فتمام كده يعني، ايه الباكج حلو يعني، مش للاولاد وكده. طبعا زي ما انا ما قلت لكم، دي مش انا بعمل لوحدي يعني. كتير يعني الامهات وكده بيعملوا، فبيعملوا توزيعات حلويات وحاجات حلوة هدية للاولاد وكده. فبتبقى حاجة حلوة وتفرح الاولاد وكده، وبيحتفلوا باليوم الوطني. بلاش العيد الوطني، عشان ناس كتير زعلت مني ان انا قلت العيد الوطني. لا، احنا مسلمين وعندنا عيدين بس، العيد الاضحى وعيد الفطر المبارك. تمام. فده اليوم الوطني السعودي. آه بس كده زي ما انتوا شايفين. آه بيحتفلوا بيه في الحضانة بقى وكده كل سنة. فانا السنة اللي فاتت انا عملت، بس طبعا ما صورتش زي ما انا ما قلت لكم كده. فحبيت ان انا اصور يعني، بقى اشارككم معايا وكده، وتشوفوا التفاصيل يعني. اللي مش عارف، اللي يعني طبعا مش من اهل السعودية، طبعا اهل السعودية كرامة وعارفين طبعا كل الكلام ده. بس انا بتكلم للناس اللي هي ايه، مش عارفة يعني. فانا بشارككم معاهم، بتبقى فرحة للولاد، وبيبقى يوم كله لعب وفاني كده للولاد، وحلويات وبيلعبوا وبيرقصوا وبيغنوا. طبعا هتشوفوا، كملوا الفيديو معايا للآخر وهتشوفوه. بجد يعني احنا بنفرح، ولما الولاد بيبقوا فرحانين وكده بجد. فاليوم كان حلو جدا، حتى الولاد مروحين مبسوطين الحمد لله. فده يرجع طبعا للمكان يعني اللي هم فيه، الحضانة بتاعتهم وكده. بصوا بقى، عملنا الكمية طبعا. انا عاملة بعدد، بس حطيت زيادة. يعني حطيت 2 أو 3 زيادة كده، عشان خاطر طبعا لو في ولاد زيادة وكده. يعني أهم حاجة ان هم يعني الولاد يكونوا كله خد وكله مبسوط. تمام، يبقوا مرضيين يعني. أهم حاجة الولاد يكونوا مرضيين. طبعا كملنا بالحلويات دي. طبعا فيها شيكابوم وكده، عاملة شبه الآيس كريم، وشوكليت وبسكوت وكده. فحطينا من دي ومن دي، فاهمين؟ دي كانت عندي في البيت، كان عندي علبة، فعملت بيها يعني زيادة، زودت. تمام. هنا بقى صحينا الصبح، وطبعا الولاد متحمسين كانوا جدا، ونازلين اهو رايحين السكول. وعايزه اقول لكم كانوا مبسوطين جدا طبعا، لابسين التيشيرتات. انا نسيت امبارح اوريكم التيشيرتات بتاعه اليوم الوطني. المهم، عايزه اقول لكم حاجه. في الفيديو اللي فات شفتوا بنتي وهي لابسه زي فراشه كده. طبعا انا كنت عايزه اجيب لها فستان، بس هي عايزه تلبس زي اخوها. وغير كده كمان يعني الفستان مش هيبقى مريح في الحضانه والتنطيط وكده واللعب. فحبيت التيشيرت افضل يعني. تمام. التيشيرتات دي كانت عندهم من السنه اللي فاتت. بصراحه ما اشتريتش يعني. ما كنت هشتري، انا اشتريت لعبد الله، بس كان التيشيرت كان طلع كبير شويه عليه، فانا وهيبقى مختلف عن التيشيرت بتاع اخته. فلبستهم دول. هم طبعا بيلبسوه في اليوم الوطني بس، مش بيلبسوه دايما يعني. فبتكون الحاجه طبعا انا بحب احافظ لهم قوي قوي على الحاجه، ودايما بحب اخلي لهم ذكرى. تمام. حتى الفيديوهات دي بحب اخليها ذكرى، زي يعني ذكرى ليهم وكده. بس هنا بقى كنا خلاص رايحين بقى الحضانه وكده، وكانوا مبسوطين. بس طبعا كان عبد الله متضايق شويه، زي ما انتم شايفين في اول الفيديو كده.
كان صاحي من النوم بقى فمزرجن شويه وكده. بس رحنا بقى نوصلهم للحضانه. احنا دايما كل يوم كده بنزل اوصلهم، مش بس في اليوم ده، بس انا دايما كل يوم. هبقى اشارككم معايا يوم برضو ان شاء الله كده واحنا رايحين الحضانه الصبح، وانا بحضر اللانش بوكس وكل حاجه، لان انا بصحى قبليهم الاول بنحضر اللانش بوكس، وبعدين بصحيهم بقى واحد واحد البس وكده. بس وكان طبعا اليوم كان حلو قوي 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 يعني. انا كنت مبسوطه لهم بصراحه. بس هنا بقى كنا رايحين الحضانه، خلاص متجهين يعني للحضانه وكده. بصوا يا بنات، في الفيديوهات اللي جايه، يعني في الفيديو اخر الفيديو سوري، انا شايله الصوت لاني حاطين اغاني اغاني العيد الوطني وكده، فعشان حقوق الطبع فانا عامله لها كتم، يعني مش عامله لها صوت. تمام. هنا وصلنا طبعا الاكاديميه اهي. زي ما انتم شايفين الولاد كلهم بقى كانوا مبسوطين ولابسين بقى، والاعلام وكل الحضانه كانت كلها ابيض في اخضر، ابيض في اخضر. يوم الوطني كان حلو جدا جدا، وان شاء الله كده يعني ابقى اصور لكم بقى ايه التفاصيل والحاجات اللي جايه طبعا في اليوم الوطني. هنا كان يوم الخميس، ف تقريبا كان يوم 19. تمام. والعيد الوطني كان يوم 23/9. تمام. فطبعا كنا اجازه وكده. برضو خرجنا، فهوريكم برضو الاجواء بره بتبقى عامله ازاي كده. هنا طبعا البنات واقفين، البنات دي بتبقى في اعدادي، فواقفين طبعا على الباب، فانا مش عارفه ادخل بيهم وكده، فقلت لهم يعني بعد اذنكم يا بنات عايزين ندخل. تمام. هنا بقى هندخل عبد الله الكلاس بتاعه. بصوا للولاد. تمام. هنا بقى هدخل عبودة الكلاس بتاعه. يا رب يا رب ربنا يفرحكم من ولادكم يا رب العالمين. وريني وشك ده، وتشوفوهم دايما مبسوطين وفي احسن حال يا رب العالمين. يلا خش ذكرى، يلا اتفضل. كل سنه وانت طيب. بس كده. يلا يروح. هنا بقى كنا وصلنا عند عبودة، بعمله باي باي وكده يعني. يلا عشان ايه، يلا ماشي. بجد الولاد كان شكلهم حلو جدا. وهنا الميس كانت بتحط الولاد منوكير، البنات منوكير كده لونه اخضر. يلا يا توتي. بس هنا بقى هوصل تالا للفصل بتاعها، للكلاس بتاعها. زي ما انتم شايفين كده الولاد لابسين وبيبقوا فرحانين. بيبقى يوم حلو، يوم رياضي، ويوم كله فرحه للولاد واحتفال كده، يخرجهم يعني من المود، يخلي الولاد يحبوا الحضانه، يحبوا يروحوا، يحبوا الدراسه، يحبوا اصحابهم. لما طبعا الولاد يهادوا بعض ده بيبقى في حد ذاته حاجه كويسه. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه، الهدايا والتوزيعات والحاجات دي كلها طبعا كل ميس بتخلي الطفل اللي جاب الحاجات دي هو اللي يفرق على اصحابه. فاهمين الفكره؟ فطبعا مش بس عشان خاطر في مناسبه او حاجه احنا بنعمل كده بنوزع على الولاد، لا. يعني انا ساعات في وقت من الاوقات، مش انا لوحدي برضو، انا اتعلمت الموضوع دوت من الحضانه هنا بصراحه. يعني كل فتره كده ولية امر تبعت مع الولاد بالعدد بتاع الكلاس، تبعت معاه زي هدايا كده وحلويات، يعني شيبس، بسكويت، شوكولاته، بونبوني، مصاصه، اي حاجه، يفرقوا على بعض كده وكل الولاد يبقوا مبسوطين وكده. دي حاجه كويسه قوي. زي ما انتم شايفين الولاد فرحانين جدا جدا ومبسوطين زي ما انتم شايفين كده. بصوا طبعا هما كانت الاغاني طبعا الوطنيه بتاعت المملكه مش شغاله، بس طبعا انا كاتمه الصوت عشان طبعا حقوق وكده، فما كانش ينفع ان انا اشغلها. بس عايزه اقول لكم كان اليوم حلو قوي قوي قوي. وطبعا الفيديوهات دي مش انا، بتبقى التيتشر هي اللي بعتها لي وكده للولاد، فانا نزلتها عشان اوريكم يعني. طبعا استأذنت وكده، فقلت انزلها يعني وتشوفوها وتشوفوا التفاصيل والولاد بيحصل ايه معاهم وكده.
في السكول وكده زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا الاعلام، بصوا اصلا اللبس بتاع البنات جميل جدا. كنت حابه ان انا اجيب لتالا فستان او جيب كده وتيشيرت، بس هي قالت لي انا عايزه البس زي عبد الله. وبعدين بصراحه يعني حسيت ان هو تبقى براحتها اكتر في البنطلون عشان هي بنوته يعني وكده. ولسه صغيره يعني مش كبيره اللي هي تبقى فاهمه زي البنات دول. ما شاء الله عليهم حلوين، ربنا يا رب يحفظهم ويخليهم يا رب للمامي بتاعتهم. بس بصوا بقى الصور والتوزيعات. عايزه اوريكم ان مش انا لوحدي اللي بعمل كل الكلام ده. فطبعا ربنا يخلي كل الامهات اللي عملت وفرحت الولاد والمدرسين والاداره وكل حاجه. بصوا دي صور وحاجات كده اهو، المونيكير اللي الميس حطيته للبنات وكده. بصوا ما شاء الله عليهم حلوين، ربنا يا رب يفرحكم بولادكم كلكم. وان شاء الله يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتكونوا حبيتوه. وما تنسونيش بقى في تعليقات حلوة منكم بتبسطني. وربنا يا رب يسعد كل الولاد ويديم شعب السعودية والسعودية ملكا وشعبا. وربنا يا رب يفرح كل الناس ويفرحكم بولادكم جميعا، اللهم امين. بصوا حلوة جدا جدا جدا. هنا بقى خلاص كنت وديت الولاد وكده وخارجة بقى خلاص ماشية وكده. دول الولاد الكبار بقى اللي هم بيبقى في اعدادي وكده او في ابتدائي وكده. هنا بقى خلاص كنت خارجة بقى ومروحة، وقعدت بقى استنيتهم في البيت. ويا رب بقى الفيديو الجاي ان شاء الله برضو هقول لكم التفاصيل بتاعة اليوم الوطني لما خرجنا. باي باي.